مأساة عبد الفتاح الأسري. تزوج 4 مرات. كانت الزوجة الرابعة أصغر منه في السن، كانت تعمل ممرضة بالمستشفى اللي كان بيتعالج فيها، وفضلت تلف عليه بجمالها وشبابها لحد ما أقنعته بالزواج منها، وكانت هي كل حاجة في حياته. فاستغلت النقطة دي وخلته كتب لها كل ممتلكاته وكتب كل شيء باسمها. وبعد كده بدأت المعاملة الناعمة طبعا تتغير، وفي عام 1962 بدأت مأساة عبد الفتاح الأسري. ليلة حزينة وقف الأسري على خشبة المسرح بيأدي مشهد قدام إسماعيل ياسين، وهو على المسرح مرة واحدة مش شايف حاجة، ضلمت الدنيا قدامه واكتشف إنه أصيب بالعمى. وفضل وهو على المسرح: أنا مش شايف حاجة، أنا نظري راح، لدرجة إن الجمهور افتكر إن ده جزء من المسرحية وفضل يضحك ويسقف، لدرجة إن إسماعيل ياسين أدرك المأساة ووقف المسرحية وطلب من الجمهور الهدوء. وكان عبد الفتاح الأسري عنده ابن بالتبني، وبعد تعبه لفت على ابنه وبدأوا يحبوا بعض. ولما عرف الأسري واجه زوجته بالعلاقة، وبكل برود لم تنكر ووجهت له السباب والشتائم، والأكتر من كده إنها حبسته بغرفته هي وابنه ومنعوا أصدقائه من زيارته، واشتد عليه المرض. وفي أحد الأيام راحت الفنانة ماري منيب هي ونجوى سالم يزوروه، لكن رفضت وقالت إن هو مش موجود. لكن ماري منيب شكت في الأمر وفتحت عليها باب الشقة، وجدت الفنان عبد الفتاح الأسري نايم، وقد إيه اشتد عليه المرض لدرجة إنه معرفهمش. وبعد كده اتغيرت حياة عبد الفتاح الأسري لما تخلت عنه مراته وأجبرته إنه يطلقها، وتزوجت من ابنه الشاب. بعد كده أصيب عبد الفتاح الأسري بتصلب في الشرايين وفقدان الذاكرة. بعد كده خدته أخته في شقتها في الشرابية عشان تقوم برعايته. وآخر أيام عبد الفتاح الأسري زاد عليه المرض، بدأوا الفنانين يلموا تبرعات زي نجوى سالم والكاتب يوسف السباعي والفنانة هند رستم. وتوفى سنة 1964 للأسف. ما حضرش الجنازة غير 3 أشخاص، منهم الفنانة نجوى سالم.